الا سولتك وقلت لك شنو الحاجه اللي مبلبله العالم دابا ومبلبله المغرب وكلشي داوي عليها، غادي تقول لي كره. فعلا غادي نشدو كره، غادي نخليوها في هذا الجنب وغادي ندويو في واحد الموضوع اخر واللي مهم بزاف. دخلتي غير تيك توك وانستغرام بقيتي كتفرج في لي ريزو في لي فيديو، غادي تلقى كلشي تيقول لك حول تصويرتي بالذكاء الاصطناعي. حتى انا درت التجربه هذه وشديت تصاوري حولتهم بالذكاء الاصطناعي. قلت ليه ردني مافيوزي، انا بغيت نشوف راسي بحال الا خدام في المافيا ولا شي رئيس ديال المافيا. شوفوا التصويره، شتو كيفاش، شتو على النتيجه، شتو على الدقه في التفاصيل، راه شي حاجه اللي بزاف. عاوتاني قلت ليه ردني على شكل الكارطون. شوفوا معايا كيفاش ردني التفاصيل، شي حاجه اللي اش نقول لكم اكثر من بزاف، شي حاجه اللي واعره ومتقونه 100%. يعني اول حاجه طيح لك في بالك شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ بكل بساطه الذكاء الاصطناعي بحال شدينا واحد الكتاب كبير، عمرناه بالمعلومات كثار لدرجه انك تقدر تسولو داك الكتاب اوتوماتيكمون بوحدو في قل من دقيقه يجاوبك انطلاقا من المعلومات اللي انت عاطيه، وتقدر تخليه يزيد يطور راسو ويبدا يفكر. هذا الشرح مبسط شنو هو الذكاء الاصطناعي، واللي عنده شي تفسير واحد اخر منطقي زوين اكتبوا لي في الكومونتير. بالمناسبه هذه الحلقه هذه ما غاديش ندويو فيها على البلان ديال التصاور كيفاش تحولوا من الذكاء الاصطناعي، غادي نخليوها حتى الحلقه الجايه بشرط الا عجبتكم هذه الحلقه هذه وكان فيها تفاعل. الموضوع ديال هذه الحلقه هذه غادي يكون على اننا غادي نسولو واحد الروم ديال الشات، نقدر نسميها بحال هكا، واحد الروبو نخدم بالذكاء الاصطناعي هذا. على ما كان هذه باقي نسخه تجريبيه، باقي النسخه النهائيه باقي ما خرجتش. هذه النسخه التجريبيه هذه راه حتى هي هربانه بزاف، تقدر تكون انت كدير بروغراماسيون باغي تكتب شي كود ما عرفتيش كيفاش تكتبه ولا وحلتي فيه، تقول ليه شنو بغيتي في داك الكود اوتوماتيكمون غادي يكتبوا لك، غادي يوجد لك كلشي ناضي. والغريب في هذا الشيء انك تقدر تسولو ويتجاوب معاك بسرعه بحال شي انسان عادي بلا مشاكل بلا حتى شي تعقيدات اللي تعطل عليك. داكشي باش في هذه الحلقه هذه عندي ليه 4 ديال الاسئله اللي واعرين، اسئله اللي هربانين. غادي نختبر بهم هذا التطبيق هذا ولا هذه الابليكاسيون، نشوفوا شنو الدقه ديالو في الاجابه وحتى لاش واصل. اسئله اللي ماشي منطقيه، اسئله اللي هربانه بطبيعه الحال، ولكن حنا بغينا نشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش غادي تجاوب معاه. السؤال الاول اللي غادي نعطيه كيفاش غادي يكون العالم في 2050، والسؤال الثاني كيفاش كتخيل نهايه العالم غادي تكون، والسؤال الثالث غادي يكون حتى هو هربان ديالو بصح، غادي نقول ليه في المستقبل شكون اللي غادي يسيطر على العالم، واش لي روبو ولا الانسان، بحال داكشي اللي كنشوفو في الافلام وهذا. واخر سؤال هو واش الصحراء مغربيه فخاطر خوتنا اللي قال لك الصحراء ماشي مغربيه وهذا في المسائل. قبل ما نبداو، بالنسبه للناس اللي اول مره غادي تفرجوا فيا، معكم السيمو، مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه اللي كنت ندير فيها فيديوهات على الكلاب وباقي غندير فيها فيديوهات على الكلاب واي حاجه متعلقه بهم، ولكن باغي نحاول ننوع شويه في المحتوى باش نجيبوا متابعين جداد ونجيبوا ناس جداد. الا كنتي اول مره غادي تتفرج فيا، نزل دابا دير لايك، ابوني، شي كومونتير زوين وخليك معايا. دابا الشاشه غادي تطلع لكم هنايا، غادي نسولو، غادي نترجم الاسئله من العربيه للونجلي. كي قلنا اول سؤال غادي نطرحوا عليه هو كيفاش كتشوف العالم في 2050، يعني غادي نقول ليه كيف ترى العالم في سنه 2050. هاي دي كيف تراها، صيفطوا ليه. نتسناو دابا هنا الاجابه ديالو، شنو غادي يقول لنا وشنو. هي دي عطانا التكست، تبارك الله. كوبي قلب. انا دابا غادي نقرا عليكم. قال لك لرؤية العالم في عام 2050 من المهم التفكير في المشاكل التي سيواجهها العالم في المستقبل، والنظر في كيفية استخدام التكنولوجيا والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمعالجتها. لن تكون التنبؤات حول مستقبل العالم في عام 2050 ذات صلة إلا إذا أخذنا في الاعتبار كيفية تأثير التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات المهم، والاحتباس الحراري، والاتجاهات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، بالإضافة إلى ذلك النظر في الاستثمارات في إعادة صافي. حتى لهنا وحبس. باقي شي حاجة؟ غادي ندير جوجل تراديكسيون غادي نترجمو كله. اوكي الدراري، الطريقة باش كيكتب متقونة مزيان، ما أغلط ما كاينينش، التعبير واعر عنده، حني داكشي عنده نشوفو هنا كاين ذات الصلة التكنولوجيا الاحتباس الحراري الاتجاهات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، بالإضافة إلى ذلك في نظر الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمياه النظيفة وأنظمة الهواء، وكذلك تقنيات إنتاج وتوزيع الأغذية هي أيضا موضوعات مهمة يجب مراعاتها. أخيرا التفكير في الترابط وزيادة التعاون بين الدول أمرا بالغ الأهمية أيضا لهم. كيف سيبدو العالم في 2050؟ صراحة في الاخر داكشي مخربق شويه، ولكن
فكره زوينه، عنده الطريقه باش هضر التعبير، هضر على المشاكل اللي طاريين دابا انه خصهم يتحلوا. خصنا نحاولوا نوازنوا بين الروبوطات اللي قلت لكم وبين الذكاء الاصطناعي ودوك المسائل. السؤال الثاني اللي غادي نسولو دابا، كيفاش كتخيل نهايه العالم غادي تكون؟ غنكتبوا عليه حتى هو ونشوفوا شنو غادي يقول. كيف حنا نصيفطوا ليه نشوفوا شنو غادي يقول عاوتاني. عطانا تكست كبير نديوه لجوجل تراديكسيون. قال لك سيدي، قد يكون تخيل نهاية العالم أمرا صعبا للغاية لعدد من الأسباب. أول سبب من الأسباب هذه، من المستحيل أن تكون متأكدا من المستقبل وأن تتخيل عالما غير موجود بعد. يعني صعيب قال لك تخيل شي عالم آخر غادي يكون من بعد العالم هذا وديك المسائل. ثانيا، نظرا للطبيعة المتنوعة والمتباينة للكوارث المحتملة، يمكن أن تتخذ نهاية العالم مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة، مما يجعل من الصعب تخيلها جميعا بدقة. يعني خونا بروغرامي مزيان، عارف كيفاش يهضر معنا وتيتجنبنا بحال السياسيين ديالنا. ومع ذلك إذا كنت تتطلع إلى تخيل ما قد تكون عليه نهاية العالم، فحاول التفكير في سيناريوهات نهاية العالم المختلفة التي حددتها الروايات والأفلام وأشكال الوسائط الأخرى. فكر في نوع الأحداث والكوارث والتعديلات التي قد تحدث في البيئة المادية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على البشرية. من هناك ويمكن استخدام خيالك لإنشاء باختصار في هذا السؤال هذا قال لك حاول تتخيل من خلال داكشي اللي كتشوف ديال الكوارث الطبيعيه والمشاكل اللي كيطراو دابا وهادشي التنوع هذا العالم هذا كله، انه ممكن هو يكون السبب ديال نهايه العالم من بعد. ما عندوش هما شي حاجه ديال قيام الساعه ولا شي بلان بحال هكا، ما عندوش كاع. غادي نجيو دابا السؤال التالي، هو غادي يكون في نظره هو شكون اللي يقدر يسيطر على العالم مستقبلا، واش الروبوطات ولا الانسان؟ نشوفوا شنو غادي يقول. نعاودوا نمشيو لجوجل تراديكسيون نحطوا الترجمه ونشوفوا شنو قال لك. لا احد يستطيع السيطره على العالم باسره، في النهايه يتم اتخاذ القرارات من قبل الافراد، مما يعني ان مناطق مختلفه من العالم لديها قاده مختلفون لديهم اهتمامات مختلفه. ومع ذلك فان الدول الاكثر نفوذا من حيث السياسه والاقتصاد والتكنولوجيا العالميه هي الولايات المتحده والصين واوروبا. قادتهم وسياستهم لديهم القدرة على تشكيل جزء كبير من الأجندة العالمية. ما احنا سولنا على لي روبوت ودوك المسائل، ما عطاناش شي جواب اللي مقنع، ولكن الطريقه باش كيكتبها الاخوان راه طريقه اللي هربانه، طريقه عنده واعره. دابا غادي نسولو واش الصحراء مغربيه ولا لا. احنا غادي نشوف، غادي نقول ليه هل الصحراء الغربيه مغربيه، وغادي نشوفوا شنو غادي يقول. الصحراء الغربيه مغربيه، لاقاش كاين اللي كيقول لها الصحراء الغربيه وكاين اللي كيقول لها الصحراء المغربيه. نتسناو دابا الجواب ديالو شنو غادي يقول لينا. نتشوق ما عرف شنو غادي يقول هو، وبان لي معطل. هو دا نشوفوا شنو قال. الصحراء الغربيه ليست جزءا من المغرب، انها منطقه متنازع عليها يسيطر عليها المغرب في الغالب، ولكن تطالب بها جبهه البوليزاريو، وهي حركه وطنيه، وهناك صراع مستمر على الاراضي المتنازع عليها ولم يتحدد وبعضها بعد. في الاخر زبلا شويه، ولكن جواب عنده منطقي. داكشي اللي عطاوه في المعلومات هو اللي قال واخا الصحراء مغربيه وغادي تبقى مغربيه. اخوان غادي نزيد السؤال الخامس واللي هو سؤال اللي هربان بزاف. غادي نقول ليه شنو هي الديانه اللي قريبه للحق، وغادي نشوف شنو غادي يقول. واش غادي يجيب لي الديانه الاسلاميه، الاسلام اللي حنا مسلمين، اولا شي ديانه يهوديه. تعال دابا سكت صاحبي، ولا غادي يجبد ليا شي ديانه اللي في شكال ولا شنو. شوفوا دابا شنو غادي يقول. الله يجيب الديانه لاصقه. يلا نشوفوا. قال لك سيدي هذا السؤال صعب الاجابه عليه وهو ذاتي للغايه. يعني خونا باغي يعاود يتهرب، خذنا لي بروغرامين وخلينا انه يتهرب. وهذا قال لك لانه متروك للمعتقدات الفرديه والتفسيرات الحقيقيه
تقدم الاديان المختلفه طرقا مختلفه الى الحقيقه. المهم خونا بغى يتهرب علينا، ما عطينا شي حاجه اللي منطقيه، وهذا يعني غادي نضربوا عليه. هادشي كلشي اللي شفنا دابا الاخوان راه يلاه شويه من بزاف على البلانات ديال الذكاء الاصطناعي وكيفاش تدوي معاه، وهذا كاين بزاف ديال لي روبو، بزاف ديال المواقع تقدر تدوي معاهم ويتجاوبوا معاك ويعطيوك معلومات وبزاف ديال الحوايج. هذا البلان هذا ديال شات جي بي تي يقدر يعاونك انت مثلا عندك شي موضوع في شي حاجه، تعطيه موضوع غادي يعطيك بالتعبير بلا اغلاط بلا والو، داكشي غادي يكون ناضي ومغير. اخيرا بغيت نقول لكم الا عجبكم هذا النوع ديال لي فيديو ما تنساش دابا تكتبوا لي في لي كومونتير، باش الحلقه الجايه ندير لكم حلقه واحده اخرى ديال نحولوا التصاور ونطلبوا من الذكاء الاصطناعي انه يتخيل لنا شي تصاور اللي هربانين، شي حاجه اللي هربانه، نقدروا نقول لنا جا معرفنا في الفضاء، دير لي باش بلان في شكال شي حاجه اللي حمقى ديال بصح. يعني الا بغيتي حلقه واحده اخرى بحال هذا الشكل هذا نعاودوها، تنزل دابا لي كومونتير، غادي تكتبها لي في لي كومونتير وغادي نديروها، وهذا الشيء اللي كاين. تهلاو.